السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. عاملين إيه يا أولاد؟ رجعنا خلاص من الأجازة، خلاص الدنيا بقى داخلين على رمضان، واللي راكم راكم واللي ذاكر ذاكر. لا، لسه في وقت إن احنا نلحق ونعوض. بص على اللينكات اللي تحت الفيديو، هتلاقي اللينكات بتاعة التعويضات للحاجات اللي فاتت أو الحاجات اللي اتراكمت عليك. أما اللي مش مراكم فيلا معانا على الفيديو الجديد. هناخد النهاردة الفصل الخامس. طبعا الفصول اللي فاتت زهقنا من كتر ما بنتكلم على مصر. اتكلمنا عن مصر منذ الفتح العثماني وحملة فرنسية ومحمد علي واحتلال انجليزي حتى الاستقلال والتخلص من الملكية في ثورة 52. النهاردة هناخد بريك شوية كده وهنطلع من مصر إلى قضايا العرب. أنهي عرب يا مستر؟ هقول لك معظمهم يا سيدي. وأشهر حاجة هنخش فيها الفصل ده ألا وهي شبه الجزيرة العربية والجزائر وتونس وليبيا. طيب معلش يا مستر، هو احنا هناخد ايه دلوقت؟ هقول لك بدايتنا هتكون مع التواجد الاستعماري في شبه الجزيرة العربية. امتى بدأ الوجود الاستعماري في شبه الجزيرة العربية يظهر؟ امتى استحوذوا على شبه الجزيرة بالكامل؟ وايه اللي هيحصل معاهم؟ تعالى كده نبص مع بعض على الخريطة بتاعتنا. في بداية الفصل ده بيقول لي بحلول عام 1914 كانت كل الدول العربية محتلة عدا 3. مين هم؟ قال لك شبه الجزيرة العربية، العراق وسوريا ولبنان، اللي هي الشام الكبرى. يبقى انا عندي كله في الفصل الخامس ده اللي انا هاخده، كل ده هيتم احتلاله حتى عام 1914 عدا كل المنطقه دي هيتم احتلالها عدا 3 مناطق بس، الا وهو شبه الجزيره العربيه وسوريا ولبنان. مستر بس انت قلت لنا هبدا الفصل الخامس وانا بتكلم عن الوجود الانجليزي في شبه الجزيره العربيه. اقول لك برافو. بص بقى، اي منطقه هنيجي نتكلم عنها هنرجع بيها شويه، هنرجع بالزمن. يعني انت خلصت مصر في الفصل الرابع سنه 1952، تعال بقى في شبه الجزيره العربيه ارجع ورا كمان شويه. هترجع قد ايه؟ هقول لك لحد ايام الحمله الفرنسيه على مصر. سنه كام الحمله الفرنسيه على مصر؟ 1798. برافو عليك. ايه اللي حصل بقى يا مستر؟ اقول لك شعرت انجلترا بتهديد مصالحها فين؟ فاكر يا حبيب قلبي؟ هو اصلا العركة دي كلها على طرق التجارة اللي موصلة لفين؟ للهند. طب هتعمل ايه يا مستر؟ قال لك بص يا سيدي، عندي في مصر ضربت الاسطول الفرنسي في سواحل البحر المتوسط. قال لك طب وتحت؟ هتعمل حاجتين، هتعمل اتفاقية مع سلطان عمان. هتعمل اتفاقية مع ايه؟ مع سلطان عمان. وخد بالك ان دي هتبقى اقدم اتفاقية واقدم وجود انجليزي. طب الاتفاقية بتاعت عمان دي بتقول للراجل بتاع عمان ايه؟ اطرد الرعاية الفرنسيين، افتح الاستثمارات الانجليزية، وده بيضمن لها الوجود. يبقى هنا اقدم واول وجود كان في عمان في سنة 1798، هو نفس السنة اللي دخلت فيها فين؟ دخلت فيها فرنسا الى مصر. يبقى دي اول مشكلة واول كارثة عندي، التواجد الانجليزي في سلطنة عمان. نسكت على كده؟ لا، شعرت انجلترا بتهديد مصالحها عند طريق باب المندب. ازاي يا مستر؟ معلش وضح لي النقطة دي. قال لك اصل الحملة الفرنسية حاولت ان هي تخرج الى البحر الاحمر عشان تنشط التجارة مع شبه الجزيرة العربية، ولو عرفت توصل الى ايه؟ الى الهند. انا محاصرهم من الشمال، هم بيوجدوا لنفسهم طريق في الغرب والجنوب الغربي. لا يا حبيبي، الحق بسرعة واقفل. هتقفل ازاي معلش؟ قال لك احتل جزيرة
بريم. سنة كام الكلام ده؟ سنة 1799. يبقى احتلت انجلترا جزيرة بريم ليه؟ في محاولة منها لخنق التواجد الفرنسي فين؟ في مصر. قال لك امال اقدم وجود كان فين؟ قال لك مع سلطان عمان والاتفاقية اللي عملوها مع بعض، فتح استثمارات انجليزية، طرد الرعايا الفرنسيين. كل ده أدى إلى التواجد الإنجليزي في منطقة الجنوب. مستر، طب ما دلوقتي الحملة الفرنسية مشيت سنة 1801. أقول لك واحتلال جزيرة بريم انتهى في 1801. عشان لو جاني سؤال يقول لك تزول النواتج بزوال الأسباب، تنطبق هذه العبارة على احتلال الإنجليز لجزيرة بريم. حلو كده؟ طيب يا مستر، خلاص بقى كده هم عاشوا زي الفل. هقول لك لا، عاشت انجلترا مترقبة لشبه الجزيرة العربية، لأن شبه الجزيرة العربية بتبص على ممرين مهمين. الأول هو الخليج العربي اللي يوصلك إلى قلب آسيا ومنها إلى أوروبا، والتاني هو البحر الأحمر اللي بيسمى أقصر طريق ما بين تجارة الهند وتجارة إنجلترا. احنا عارفين اصلا ان المشاكل في المنهج كله بدأ اساسا بسبب هذا الطريق، صح ولا لا؟ يبقى هنا انجلترا كانت تحاول السيطرة على الاتنين دول من خلال التواجد لغاية دلوقتي، استعمار جزيرة بريم او احتلالها عذرا، والاتفاقية مع سلطان عمان. كل ده انجلترا راحت بقى كانت كده قاعدة في ركن صغير تسكت لحد سنة كام؟ لحد سنة 1818. اتفقنا كل ما يحدث في مصر يؤثر على الوطن العربي أجمع. مين اللي كان بيحكم مصر في 1818؟ التاريخ ده بيثير جوانا ايه؟ مستر، ده محمد علي لما أخمد الحركة الوهابية، فظهر محمد علي على رأس الخليج العربي. ظهوره على رأس الخليج العربي أدى لأن إنجلترا تشككت في نواياه. الراجل ده عمال يفتح ووصل إلى منابع النيل، خد معاه المدينة وخد الحجاز، بيحرب وعايز سوريا، ضرب السواحل أو أمن السواحل المصرية. الراجل ده نواياه مش كويسة، أكيد بيخطط لحاجة من تواجده في هذه المنطقة. فاحنا نعمل ايه؟ قال لك بدأت انجلترا تحاول التقرب من مشايخ الخليج. طب وبعد ما تتقرب منهم يا مستر، قال لك في 1820 تعمل معاهم معاهدة اسمها الصلح العام. سنة كام؟ 1820. معاهدة ايه؟ الصلح العام. تقر ايه بقى معاهدة الصلح العام؟ قال لك تحريم وتحريم، 2 تحريم. بتحرم ايه معاهدة الصلح العام دي؟ بتحرم تجارة الرقيق وبتحرم القرصنة. ايه ده؟ تحرم تجارة الرقيق؟ قال لك اصل انجلترا قالت لهم يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده ضد حقوق الانسان، ازاي تتاجروا في البني ادمين؟ وهنا بدأت ان هي تحاول تتغلغل داخل مشيخات الخليج، ويحصل الكارثة ان مشيخات الخليج ما يعرفوش يتخلوا عن انجلترا وما يعرفوش يبعدوا عن انجلترا، لدرجة ان انجلترا تحكم بينهم. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم يعني ايه بتحكم بينهم دي؟ قال لك يعني لو نشأت مشكلة ما بين مشيختين اللي بتحكم ما بينهم انجلترا، ما بقوش يقعدوا زي زمان مع بعض ويحلوها ودي، بقت ماما انجلترا. وبالمناسبة المعاهدة دي يا ولاد فضلت تتجدد لحد ما خدت طابع الاحتلال. وعشان ترتيب الأحداث، آخر شخص دخل في هذه المعاهدة كان آل صباح من الكويت. هم دخلوا بس دخلوا متأخر. يبقى كده ضمنت انجلترا تواجدها السياسي والدبلوماسي فين؟ في مشيخات الخليج.
على مشيخات الخليج بالكامل بقت موجودة انجلترا بعد معاهدة الصلح العامة. طيب هنسكت على كده؟ قال لك لا، في عام 1837 حد يقول لي التاريخ ده كان بيشير لعندي ايه في مصر؟ حد شاطر ويكتب لي في الكومنتس او يبعت لي التاريخ ده كان بيدل على ايه عندي في مصر؟ ها، فاكر؟ فاكر؟ لا شكلك مش فاكر. طب تعالى انا افكرك. بص يا سيدي، كان عندي حروب هنا اسمها حروب الشام، ودي انقسمت حروب الشام الاولى وحروب الشام الثانيه. حروب الشام الاولى انتهت بصلح قتاهية 1834. فاكر؟ قبل ما تبدا الثانيه في الفتره ما بين الاولى والثانيه كان في فتره صلح ما بين السلطان العثماني، او فتره هدنه ما بين السلطان العثماني ومحمد علي. السلطان العثماني كلم محمد علي في 1837 وقال له بعد إذنك في حركات اضطراب موجودة في بلاد جنوب شبه الجزيرة العربية، روح واخمدها. فمحمد علي أثناء نزوله لمقابلة هذه الاضطرابات انجلترا عرفت، وللمرة الثانية انجلترا تتشكك بنوايا محمد علي فتجري بدون إذن أي حد وتفاجئ الكل وتحتل ميناء عدن. تمام؟ وما ننساش عشان بس نقطة مهمة، إن هي بعد ما عملت الاتفاقية بتاعت عمان والاتفاقيات بتاعت معاهدة الصلح العامة، عملت اتفاقية تانية مع سلطان لحج وعدن، وباحتلالها لعدن هي خلفت هذه الاتفاقية. يبقى انا دلوقتي عندي التواجد الانجليزي، يلا بسرعه كده نراجعه مع بعض. التواجد الانجليزي في شبه الجزيره العربيه كان كالاتي: اوله كان معاهده مع اتفاقيه مع سلطان عمان، بعد كده احتلت جزيره بريم، هوبا ظهر بعد كده سابت بريم بعد خروج الحمله الفرنسيه، هوبا ظهر محمد علي على راس الخليج في 1818. نجري بسرعه ونعمل الصلح العام سنه 1820. بعد كده محمد علي يظهر لي للمره الثانيه، يظهر فين المره دي؟ في الجنوب. بعد ما عملت اتفاقيه مع سلطان عدن ولحج، اعمل فيها ايه؟ قال لك خلاص انا مضطر ان انا هحتل عدن بدون اذن السلطان العثماني وبدون تنسيق مع سلطان عدن ولحج اللي احنا اصلا عاملين معاه معاهده وصلح. وبذلك تواجدت انجلترا في المناطق الشماليه الشرقيه وشرق شبه الجزيره العربيه وجنوب شبه الجزيره العربيه، كل ده قبل ان تتحول كل اللي احنا هنقوله ده الى احتلالات فيما بعد. سهله لحد هنا شبه الجزيره العربيه؟ فيهاش اي مشكله شبه الجزيره العربيه؟ تعال ننتقل الى الجزء الثاني معانا النهارده في الفصل الخامس، الا وهو الجزائر. استنى يا مستر، ما انت ما خلصتليش شبه الجزيره العربيه. اقول لك هيبقى الوضع على ما هو عليه زي ما انت شايف كده، مفيش حاجه هتتغير لحد ما نجيلها تاني في الفصل السادس ان شاء الله، ونعرف ايه التطورات اللي هتجد. المهم ان انا باخد مشهد من كل ايه، من كل جزء. تعال نبص مع بعض. بص يا سيدي، انا افترض يعني انت عارف مستر اسلام رسمه عظمه على عظمه، يعني هنفترض ان دي خريطه الوطن العربي من ناحيه الشمال الافريقي. بيكون موجود معايا فوقها اسبانيا، فرنسا. قول لي بقى كده على الدول اللي موجوده هنا: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب، موريتانيا. ماشي يا مستر، رسمت لي الخريطه الجميله دي ليه؟ اقول لك تعالى نيجي نتكلم كده يا باشا على الجزائر ونرجع خطوتين بالزمن.
هترجع الخطوتين دول لحد سنة كام يا مستر إسلام؟ هرجع لحد سنة 1789. بيفكرك بحاجة التاريخ ده؟ مستر هو الحملة الفرنسية كانت 98 89 ده يا عسل، من أوائل الفصول عندك الفصل الأول بيقول لحضرتك الثورة الفرنسية. مستر استنى بس، ايه علاقة الثورة الفرنسية بالجزائر دلوقتي؟ اسمع يا حبيب اخوك، في الوقت اللي قامت فيه الثورة الفرنسية تحالفت دول اوروبا ضدها، النمسا والمجر وبروسيا واسبانيا والبرتغال وهولندا، كله محدش طايق فرنسا، لان كلهم نظام ملكي وهي الوحيدة اللي هتمشي بالنظام الجمهوري، يعني نظام ديمقراطي من الاخر. هل النظام الملكي بيحب الديمقراطي؟ ما حصلش. ففرضت دول اوروبا حصار على فرنسا، وبسبب معارك فرنسا ضد اوروبا لم تستطع ان تحقق الاكتفاء الذاتي. يعني ايه يا مستر؟ يعني الشعب بدأ يحس بالجوع، ودي كارثة. فميلت فرنسا على اختها مين؟ الجزائر. والنبي يا جزائر، نفسي في العيال نفسها تاكل حتى شوية قمح نعمله عيش. فالجزائر من طيبة قلبها قالت لها ايه؟ من العندي قبل العندي، اتفضلي خدي القمح، خدي القمح بالدين. هتاخدي القمح بكام؟ بالدين. لحد ما الديون هتوصل لحد كام يا معالي الباشا؟ لحد 27 مليون فرنك. يا خبر ابيض، ده رقم مهول جدا يا ولاد، رقم مهول يعني 27 مليون فرنك. كل ده والجزائر قالت مش مشكلة، لاجل اخواتنا ما يجوعوش بس فين؟ في فرنسا، ما عندناش مشكلة مع ده، وهو كده ليك وهتاخد عليك وهتدفع، مفيش مشكلة يعني. فتتفاجئ الجزائر في عام 1800 طبعا، ومن قبليها 1798، ان فرنسا بعتت حملة الى مصر. والحملة دي مش بس كده، دي مش بس على مصر، دي توسعت ووصلت الى الشام. بعد كده رجع نابليون بونابرت وبيحارب اوروبا كلها، يعني معاكو فلوس. طب هنستأذنكم في حاجة، بدأت الجزائر في 1800 تعمل ايه؟ تطالب فرنسا بالسداد. ممكن يا مسيو فرنساوي هاتوا الفلوس اللي عليكم؟ طبعا دست على الزرار، شغلت له حماده هلال هاتوا الفلوس اللي عليكم. طبعا فرنسا في الوقت ده كانت الخزانه تعجز عن دفع مثل هذه الاموال، وطبعا مفيش مانع من شويه تلكؤ، وانتوا فاهمين يتلكع كده وهو بيدفع الفلوس. فقالوا لهم خلاص بصوا، احنا هنعمل لجنه، اللجنه اساسيه هتشكل لجنه فرعيه، واللجنه الفرعيه هتشكل لجنه متفرعه تبرز عنها مجموعه من اللجان عشان نبدا ندرس موضوع سد الفلوس ده. الجزائر واقفه كده صداع، ايه ده في ايه؟ كل ده عشان بقول لك هات الفلوس. طب ما انا اديتها لك نقدا وعدا من خلال القمح، ليه انت هتدخلني في الحوارات دي وتقعد تحسب وما تحسبش؟ حضرتك هم 27 مليون، انا عايز 27 مليون، شوف لو انت هترتبهم على قد ايه. قال لك مع الاسف الخزانه لا تسمح. من 1800 ردوا لاول مره سنه كام؟ 1827. يا خبر ابيض يا مستر، كل ده كانوا بيدرسوا بس هيدفعوا الفلوس ازاي؟ قال له قلت لك يا دوب. وفي 1827 راحوا مدين لهم قرار حلو قوي، قالوا لهم بصوا يا جزائر انتوا عايزين الفلوس بتاعتكم صح؟ فالجزائر قالت ايوه عايزه الفلوس بتاعتي. قالت لها انا عندي مشكله بسيطه، الخزانه بتاعتي مش هتقدر تدفع ال 27 مليون. اللهم طولك يا روح. الخزانه بتاعتك يا فرنسا تعرف تدفع كام؟ قالت لها والله هم 7 مليون بس. نعم
من 27 مليون واخدهم مني بداية من سنة 1789، طالبتك في 1800 لحد 1827، ما يقرب من 40 سنة، وفي الآخر هتديهمني 7 بس. حسبي الله ونعم الوكيل. عموما اللي يجي منكم أحسن منكم، هات يا ست ال7 مليون. قالت لها ما أنا عندي مشكلة. قالت لها نعم، مشكلتي تاني. قالت لها ما خزانة الدولة لا تسمح ان انا اطلع منها 7 مليون. قالت لها انتوا بتهزروا صح؟ لا حاولوا تدفعوهم ماليش دعوة. طبعا فرنسا تروح عاملة ايه؟ تشكل لجنة اساسية عشان تعمل لجنة فرعية، يبرز منها لجنة استثنائية عشان تعمل، وبرضو الفلوس ما بتوصلش. نوصل لحد سنة كام؟ سنة 1830، ودي كانت الكارثة الكبرى على الجزائر. في عام 1830 بابا روما كان ليه مجموعة من السفن قرابة الساحل الجزائري. حصل أحداث شغب وأحداث قرصنة أدت لسرقة هذه المراكب على السواحل الجزائرية. هنا في 1830 فرنسا ما صدقت، قالت لها يا جزائر أنا عايزة منك 4 طلبات، وحركت الأسطول بالكامل بتاعها، الأسطول الفرنسي، على السواحل الجزائرية. عايزة 4 طلبات: عودة سفن البابا، أدي أول واحدة. تحريم القرصنة. ماشي لغاية دلوقتي ممكن نوافق، حاضر، يعني لو على القراصنة هحاول ادور عليهم، هقلب لك الدنيا عليهم واجيبهم. وعلى تحريم القرصنة اكيد انا مش دولة حرامية يعني بحب القرصنة. العقبة فين؟ اسقاط والتنازل عن الديون، عن ديون فرنسا. هنتنازل عن ديون فرنسا. يا خبر ابيض، بس كده يا فرنسا؟ قالت لها لا، ده في حاجة كمان، نحن الدولة الأولى بالرعاية. يعني ايه الدولة الأولى بالرعاية؟ يعني بكل بساطة هنستأذنكم تفتحوا الأسواق بتاعتكم أمام الاستثمارات الفرنسية وأمام الجمهور الفرنسي والسكان الفرنسيين، ينزلوا الجزائر يتعاملوا كأنهم مواطنين جزائريين. يعني انا كفرنسي اروح اشتري ارض في الجزائر، والجزائري ما يقوليش انت بتعمل ايه، ابني مصنع وما يقوليش انت بتعمل ايه، ازرعه وما يقوليش انت بتعمل ايه. يبقى دي اسمها الدولة الاولى بالرعاية. يبقى طلبت 4 مطالب في 1830، اولهم عودة سفن البابا، تحريم القرصنة، احنا الدولة الاولى بالرعاية، اما الديون يلا يا باشا بالسلامة راحت. اللي كان بيحكم في هذا الوقت الجزائر يسمى الشيخ رحمة الله عليه عبد القادر الجزائري. تفتكروا في حد عنده كرامة ممكن يقبل بالشروط دي؟ لا طبعا. فبالتالي الشيخ عبد القادر الجزائري قال لهم ايه؟ بس يا بابا، بس يا حبيبي، انا مش هنفذ اي شرط من الشروط دي، ويلا يا حبيبي على بيتك بيتك بيتك. لكن فرنسا لم تقبل هذا الرفض، وأمرت الأسطول بتاعها أنه يضرب السواحل الجزائرية. وبالفعل تنزل فرنسا إلى الجزائر في عام 1830. يفضل الأمير عبد القادر الجزائري بينظم صفوفه وياخد مدينة بسكرة عاصمة له وعاصمة لنضاله، عشان ينظم فيها الخطوط الكاملة للمقاومة الجزائرية. من 1830 حتى عام 1834 يا عبد القادر يا جزائري انت بتاخد قوات فرنسا يمين وشمال بالاقلام، وهم محدش عارف يتصرف معاك، عشان يبعتوا له واحد اسمه القائد دي ميشيل يعمل معاه اتفاقية اسمها دي ميشيل بنفس الاسم في عام 1834. اتفاقية دي ميشيل بتنص على ايه؟ الاعتراف بعبد القادر الجزائري حاكما على وسط وغرب الجزائر. طب يقبل الشيخ عبد القادر الجزائري ويقول لهم اهلا وسهلا، ماشي،
قالوا له خلاص احنا باتفاقية دي ميشيل احنا هنمشي كمان شوية، احنا بس هنقعد نظبط امورنا وهنتوكل على الله. بس طبعا كلنا عارفين من ايام الفصل الاول والثاني اللي يدي ظهره لفرنسا ما بيأمنش. الامير عبد القادر الجزائري بعد ما مضى الاتفاقيه بيديهم ظهره، هوبا فين يوجعك ضربوه مرتين ثلاثه ودخلوا معاه في مناوشات عشان يلغوا اتفاقيه دي ميشيل. ما هو باعلان الحرب عليه مره ثانيه هو كده بالنسبه له الاتفاقيه تم الغائها، فهو كمان راح نازل فيهم ضرب عشان يقولوا له احنا اسفين، احنا اسفين والله، هنستأذن حضرتك في حاجه، نعمل معاك اتفاقيه ثانيه يبقى اسمها التفنة سنة 1835. طبعا بعد ما عملوا معاها الاتفاقية الثانية اسمها ايه؟ التفنة سنة 1835 يسكتوا على كده؟ والنبي ابدا، دول مالهمش امان، يروحوا يضربوه مرة تاني وياخدوا منه مدينة قسنطينة. فالامير عبد القادر ياكلهم علقه ما كلهاش حمار في مطلع. وفين يوجعك؟ طب يا جدعان هو سر قوة الراجل ده من ايه؟ احنا عايزين نعرف، عايزين نقضي عليه. يعني ايه لغاية دلوقتي بنتكلم في 1836؟ احنا بقالنا 6 سنين موجودين داخل الجزائر مش عارفين نقضي على عبد القادر. سر قوته فين؟ قال لك اصل الامير عبد القادر كان بيستعمل الاراضي المراكشيه اللي هي اراضي المغرب للاغاره على القوات الفرنسيه اللي موجوده في الجزائر. فاحنا بندور جوه الاراضي الجزائريه، اصلا عبد القادر في الاراضي المراكشيه بدعم من سلطان مراكش. ولكن تعرف فرنسا فنوع من انواع الضغط السياسي العسكري تمسك سلطان المغرب وتضرب له اهم ميناء عنده اللي هو ميناء طنجة. فيضطر امير مراكش او سلطان مراكش للتخلي عن الامير عبد القادر الجزائري عشان تبدأ توهن وتضعف المقاومة الجزائرية حتى يتم القبض على الامير عبد القادر الجزائري سنة 1837 ونفيه الى الشام. وبذلك تنتهي المقاومة المسلحة، او مش تنتهي النهائية يعني، ولكن مقاومة النزول الفرنسي إلى الجزائر وبداية مرحلة جديدة من سياسة الاستعمار داخل الجزائر. الاستعمار كان بيعمل إيه في الجزائر؟ تعال بقى هو ده اللي هنشوفه دلوقتي. إيه هي سياسة الاستعمار داخل الجزائر؟ أولهم وأهمهم هي معاملة الجزائريين معاملة مواطن درجة تانية. الجزائري مواطن درجة تانية، سلب الأراضي ونهب الأراضي من الجزائريين واتباع سياسة جديدة اسمها سياسة الاستيطان. يعني ايه يا مستر سياسة الاستيطان دي؟ بعد اذن حضرتك ممكن تفهمها لي؟ اقول لحضرتك يعني اجيب مواطن فرنسي اسكنه في الجزائر وعامله معاملة مواطن درجة اولى وملكه اراضي ويبقى له مستعمرة او مستوطنة داخل الاراضي الجزائرية. طب والجزائري لا حضرتك ده مواطن درجة تانية ملوش حقوق اصلا. واول ناس هتعمل معاهم كده الجزائر فرنسا هيكون عشان دول عاملين مشاكل في اوروبا من زمان، وهنيجي لتفاصيل المشاكل دي في الفصل السابع ما تستعجلش. يبقى تسكين اليهود في سياسة الاستيطان داخل اراضي الجزائر واعطائهم الجنسية الجزائرية والتعامل معاهم معاملة المواطن الفرنسي ذات الدرجة الاولى، سلب ونهب الاراضي، التعدين عن الحديد والمنجنيز واستخدام المحاجر الجزائرية لخدمة الفرنسيين، إقامة خطوط سكة حديد
لخدمة الفرنسيين برضه. وخد بالك بقى من اللي جاي ده، لأنه بيخالف تعاليم الشريعة الإسلامية. زرعوا في الأراضي الجزائرية نبات يسمى الكروم. طب بيعملوا به إيه يا مستر؟ بيعملوا به يا حبيبي خمرة. عشان يجي دلوقتي سؤال في الواجب يقول لك: خالفت فرنسا تعاليم الدين الإسلامي في بلاد المسلمين من خلال استخدام أراضيهم في زراعة نباتات تدخل في صناعة الخمور. بس كده يا مستر؟ قال لك لا، أبشع حاجة حاولت فرنسا تعملها في الجزائر هي طمس الهوية العربية. من خلال ايه؟ من خلال المدارس التبشيرية. ايه ده يا مستر؟ هو كان في مدارس تبشيرية زي اللي حصلت ايام سعيد وعباس، وحاول اسماعيل انه يقف قصادها بالجمعية الاسلامية؟ الله ينور عليك، هو ده بالظبط، وهنجيله دلوقتي. تعال بقى مع بعض نشوف الجماعات اللي نشأت في الجزائر في محاولة منها للتخلص من هذا الضغط الفرنسي ومن هذا التدخل الفرنسي في الشؤون الجزائرية. يلا معايا. هينشأ عندي 3 جماعات. الجماعة الأولانية هي نجمة شمال أفريقيا. ادي اول واحدة بالشيخ مصالي الحاج. التانية الاندماج، عباس فرحات. التالتة علماء المسلمين في الجزائر، ودي كانت بقيادة 2: الشيخ عبد الحميد بن باديس وإبراهيم، الشيخ إبراهيم الإسماعيلي، وده كان متأثر بالشيخ محمد عبده. تمام؟ يبقى أنا عندي دلوقتي 3 جماعات. الجماعة الأولى هي جماعة نجمة شمال إفريقيا. الجماعة الثانية هي الاندماج، جمعية علماء المسلمين. تعال نعرف كل واحدة بتقول إيه. نجمة شمال إفريقيا بقيادة الشيخ مصالي الحاج قالوا لهم: بقول لكم إيه، إحنا عايزين نعمل استقلال تام. عايزين نعمل إيه؟ قال لك استقلال تام والبعد عن الفرنسيين. عايزين نبعد تماما عن فرنسا، مش عايزينها، احنا بننادي بالاستقلال التام فقط. يظهر عندي واحد وهو من المتأثرين بالتعليم الفرنسي. متأثرين يا باشا، ده واحد من المتعلمين في فرنسا والناس اللي عاشت في فرنسا تقريبا طول عمرها. هو مين؟ عمك عباس فرحات. قال لهم: يا جماعة، انتوا فاكرين ان فرنسا دي وحشة؟ لا والله، دي دولة تقدم، والله دي دولة من الدرجة الأولى. احنا لينا الشرف نكون فرنسيين. فرنسا سمعت الكلام ده منه، قالت له: أحبك يا عم عباس. ايه يا عم الجمال ده؟ انت عايز ايه؟ قال لها: انا ادعو للاندماج مع فرنسا. فرنسا بصت له كده باستهكار. تعمل ايه؟ الاندماج مع فرنسا مرة واحدة؟ مش فاهمة يعني، معلش فهمني ايه حوار الاندماج ده؟ قال لها: احنا وانتوا نبقى دولة واحدة. قالت له: موافقة. يا سلام على الجمال، بس بشرط يظل الجزائري يعامل معاملة المواطن رقم 2. حقوقه الانتخابية غير معترف بيها. وجوده نفسه في الدولة ربما يتم مراجعة أملاكه. كل ده كمواطن درجة كام؟ تانية. وده اللي هيرفضه بالكامل مين؟ تقريبا كل الجزائريين عدا المتأثرين بالفكر ايه؟ الفرنسي، اللي كان من ضمنهم عباس فرحات. جمعية علماء المسلمين بقى هي أشبه جزء بالجمعية الخيرية الإسلامية اللي عملها إسماعيل.
عملوا ايه جمعية علماء المسلمين؟ كان ليهم هدف واحد فقط، هو الحفاظ على الهوية الإسلامية الدينية واللغة العربية. ليه؟ لأن فرنسا اتبعت في الجزائر سياسة كما التي اتبعتها في مصر لو تفتكر أيام الحملة الفرنسية، تسمى سياسة الفرنسة، أي جعل كل شيء داخل الجزائر يدور حول فرنسا. اللغة فرنسية، الدواوين على الطابع الفرنسي، ملاك الأراضي يا إما فرنسيين يا إما مواطنين يهود خدوا الجنسية الفرنسية. هل الشعب الجزائري هيسكت على الكلام ده؟ قال لك لا، كان عنده 3 حركات، ايه هما؟ جماعة نجمة شمال افريقيا مصالي الحاج استقلال تام، عباس فرحات متأثر بالتعليم الفرنسي قال لك الاندماج، علماء المسلمين الشيخ عبد الحميد بن باديس قال لك لا، احنا نحافظ على الديانة الإسلامية وعلى لغتنا العربية. وبذلك يبدأ عندي النضال من الشعب الجزائري ضد الوجود الفرنسي. تعال نبص ايه اللي هيحصل. فاكر الراجل الطيب اللي تم القبض عليه ونفيه إلى الشام اسمه ايه؟ عبد القادر الجزائري، برافو عليك. ابنه اسمه ايه بقى؟ خالد ابن عبد القادر. ماله خالد ابن عبد القادر يا مستر؟ اقول لك الراجل ده هيحمل راية النضال الايه بقى؟ السلمي بعد ابوه. حلو، الراجل ده هيتحرك عشان يعرض القضية الجزائرية مستغلا بعد الحرب العالمية الأولى مبادئ الرئيس الأمريكي كان اسمه إيه؟ ويلسون، سنة 1919 فين؟ مؤتمر الصلح في باريس. يروح عشان يعرض المسألة العربية الجزائرية، ولكن ما بيوصلش الحاجة خالد بن عبد القادر الجزائري، فبيعود إلى الجزائر مرة أخرى. وهنا تبدأ الجزائر في مرحلة جديدة من محاولات النضال ضد الوجود الفرنسي. هتفضل هذه المعضلة موجودة لحد ما يجيني جييه موليه. يبقى تظل الجزائر في حالة ثورة حتى عام 1954 لما هيتم إعلان الثورة الجزائرية الشاملة في كل أجزاء الجزائر، متأثرة بنجاح الثورة بتاعت 1952 فين؟ في مصر، وهتستمر لمدة 8 سنوات كاملة. لن يخمد للجزائريين جفن حتى الاستقلال. كل ده هيتم من خلال تواجد مجموعات التحرير في مصر التي حملت على عاتقها مسألة التحرير الجزائري، وده اللي عرضها للعدوان الثلاثي سنة 1956 لما رئيس وزراء فرنسا جييه موليه قال لا يمكن لفرنسا أن تنتصر في الجزائر إلا من خلال التخلص من التدخل المصري في شؤون الجزائر. وبذلك مصر فضلت برضو على فكرة بعد ضربها في 56 فضلت واقفة في ظهر الثورة الجزائرية، ما غمدت لهاش جفن حتى استقلت الجزائر. وحتى خدت مصر سنة 1960 قرار حتى خدت في 1960 للجزائر من الأمم المتحدة قرار الاستقلال سنة 1960. في وسط التخبط اللي بيحصل ده الفرنسيين مش راضيين عن جييه موليه
اللي هو المفروض الجمهورية الرابعة في فرنسا، فتسقط وسط تخبط عشان يجي واحد أقل ما يقال عنه أنه بشع في التعامل مع الجزائريين، وهو شارل دي جول. شارل دي جول مؤسس الجمهورية الخامسة في فرنسا، والراجل ده اللي هيدي الجزائريين 3 اختيارات سنة 1959. ايه هم؟ قال لك الاستقلال التام، الاستقلال مع الارتباط، قال لك الاندماج. في فئة من الناس مش هتقبل بالكلام ده. مين هم؟ فاكر المستوطنين اللي جابتهم فرنسا من يهود وفرنسيين أوروبا عشان يستوطنوا الجزائر؟ قال لك أيوة. قال لك لا، لما بدأت فكرة عرض الاستقلال التام قالوا يا خرابي يا خرابي، لو استقلنا محدش هيحمينا. فعملوا هم بنفسهم ما يسمى بالجيش السري، وبدأوا يقتلوا في الجزائريين عنوة ويقتلوا منهم الآلاف، بل وصل إلى الملايين، حتى سميت الجزائر ببلد المليون شهيد. وكل ده أمام رؤية شارل دي جول اللي تلكأ في التدخل حتى وصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار. وفي عام 1962 تنال الجزائر حريتها أخيرا بخروج الفرنسيين منها بعد اتفاقية إيفيان، وبذلك تستقل الجزائر وتصبح دولة حرة ذات سيادة على أراضيها. ولحد هنا ينتهي الجزء بتاع النهاردة والدرس بتاع الفصل الخامس. لحد هنا يخلص درسنا النهاردة في الفصل الخامس، شبه الجزيرة العربية والجزائر حتى عام 1906. وإلى هنا ينتهي درسنا النهاردة باستقلال الجزائر. ويبقى كده احنا النهاردة اتكلمنا عن شبه الجزيرة العربية والجزائر في الفصل الخامس. إلى لقاء آخر بإذن الله، ونلتقي قريبا في بقية الفصل مع تونس ومع ليبيا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.